من أكتر الحاجات اللي بتشغل صاحب أي مشروع هي فكرة وجود منافسين ليه بيأثروا على حجم مبيعاته أو بيهددوا وجوده في السوق. طيب إزاي أضمن المنافس مش هيشكل خطر عليا أو هيشكل خطر على مبيعاتي؟ علشان أجاوبك على السؤال ده في البداية لازم نعرف يعني إيه أصلا كلمة منافسة تجارية وإيه هي أنواعها وإمتى أبدأ أخاف من المنافس. المنافسة التجارية ببساطة هي إن في مجموعة من الشركات أو الكيانات التجارية اللي بتشتغل في نفس المجال بتاعك أو بتشتغل في نفس المنتج بتاعك أو بتخاطب نفس الجمهور اللي أنت بتخاطبه. وجود الكيانات دي ممكن يكون بيأثر على حجم المبيعات بتاعتك أو على حصة السوق اللي أنت بتحاول تحصل عليها. لكن السؤال هنا، هل أي شخص أو كيان بيشتغل في نفس المنتج بتاعي أو بيخاطب نفس الجمهور ينفع أصلا أعتبره منافس؟ الإجابة هي لا، لأن في عوامل كتير بتحكم إذا كان الكيان اللي قدامي ده ممكن أعتبره منافس ولا عادي جدا ممكن ما أخافش منه. زي مثلا إنه بيخاطب الجمهور في نفس القطاع الجغرافي بتاعي، أو تكون شركته من نفس حجم شركتي وتكون شركته بتعرض على نفس المنصات اللي أنا بعرض وبسوق عليها شغل. طبعا في عوامل كتير، لكن أهمها زي ما قلت لكم إن حجم الشركات يكون مشابه لبعض. يعني ما ينفعش أجيب براند كبير شغال على نفسه بقاله فترة أو ليه حصة كبيرة في السوق أو أقدم مني بسنين وأقول إن هو ده المنافس بتاعي وأنا أصلا سمول بزنس ببدأ لسه رحلتي في السوق. كده إحنا فهمنا مبدئيا معنى المنافسة وبدأنا نحدد مين هو المنافس بتاعنا. بس السؤال المهم هنا، هل المنافسة بتكون فقط من حيث السعر ولا في أنواع تانية؟